السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم كما راكي تشوفي في الفيديو هذا عباره عن كغات جلبانه داخل الفرن. ان شاء الله ينال اعجابكم. اللي حبت تشوف هذه الوصفه ما عليها تبع الفيديو الى الاخر وتشوف الطريقه والخطوات اللي درتهم باش تحصلت على هذا الكغاتا بنين وروعه وما فيهش تكلف بزاف، وتمتم راح يعني طيبيه، يعني ما حش ياخذ لك وقت، وطبق رمضاني ان شاء الله ينال اعجابكم. يلا نبدا. اول حاجه نجيبوا الطنجره تاعنا، نحطوا فيها كميه من الزيت ونحطوا الدجاج. هنا الدجاج حطي يعني تقدري تحطي كيما حطيت انا هنايا الفخذ، ولا تقدري تحطي صدر تاع الدجاج، يعني واش عندك تقدري تستعمليه. حطيت عليه حبه بصل مقطعه قطع صغيره وخليته يعني يتقلى مليح. هذه القطعه تاع الدجاج زدت عليها التوابل، حطيت عليها الفلفل الكحل وزدت عليها الكوري، وزيت حطيت شويه كركم ماشي حاجه، مع شويه تاع قرفه حطيتهم وخليتهم يعني يتقلاو مليح. يعني حتى تشوفي هذه البصل يعني تقلات وتكرملت مليح، باش من بعد نكملوا الخطوات اللي قادو. ما نساوش نزيدوا نحطوا الملح باش ما يجيش ما تجيش صامطه الماكله، يعني باش ما تجيش مسوسه. نملحوا ونخلوها، نقعدوا نخلطوا هكذا ونخلوها حتى تتقلى مليح ويتقلى هذاك الدجاج مليح في البصل. نغطوا عليها لثواني. قبل هذاك الشيء نحطوا لها المعدنوس. انا ما قطعتوش هنايا، خليته يعني هكذا باش من بعد نحيه نحطه بجهه، ومن بعد نغطي عليها كما راكي تشوفي، نغطي عليها ونخليها حتى يعني تتقلى مليح. هنا كما راكي تلاحظي خلاص تقلات البصل تاعنا كما راكي تشوفي. دوكا واش نزيد ندير، نجيب الجلبانه. دوك رانا يعني في وقت الجلبانه، يعني تقدري تحطيها كما نقولوا يعني فريشكا جديده، ولا تقدري يعني تحطيها كونجلي. انا يعني دوكا في زمان الجلبانه يعني وراهي متوفره بكثره. نحطوا الجلبانه كما راكي تشوفي هنايا ونخلوها يعني واحد دقيقتين برك، ولا من بعد نمرقوا عليها ونخلوها طيب على غرضها، يعني يطيب الجلبانه ويطيب هذاك الدجاج حتى يولوا يعني طايبين مليح. ومن بعد نحوهم مع الاخر. كما راكي تلاحظي هنايا راني مرقت، حطيت الماء، يعني لازم تمرقي بالماء سخون باش تكمل لك الطياب ديريكت. مرقيها بالماء سخون وخليها دوكا طيب على غرضها. دوك من بعد واش درت، جبت حبات بطاطا، يعني الكميه ما تتقيديش بها، يعني كل وحده على حسب افراد العائله تاعها. يعني تقدري ديري تزيدي على هذه الكميه ولا تقدري تنقصي عليها. المهم تتبعي برك الخطوات والطريقه اللي راح نطيبها، والكميه كل وحده ودير على حسب الافراد العائله تاعها. نقطعها كما راكي تشوفي هنا قطع صغيره، قطع كاريات صغار كما نقولوا، ونقلوها نقلوها ونحطوها بجهه. كي تكملي برك القليان تاعها حطيها فوق بابي باش تمتص كاع الزيت اللي فيها. من بعد هنا جبت البيض، جبت 4 حبات بيض كما راكي تشوفي. حطيت 4 حبات بيض، زدت عليهم نصف كاس تاع كريمه الطازجه كما راكي تشوفي، او لا كريم فريش. من بعد جبت هذاك زدت عليها ملعقه تاع الفرماج، ملعقه تكون كبيره، وخلطت الكل مع بعض. يعني راح يجي طبق بنين هايل، ومن الداخل ما حش يجي يعني ناشف بزاف، راح يجيك شويه يعني كما نقولوا مشمخ مندي هكا، يعني راح يجي روعه. ومن بعد زدت حكمت هذاك الدجاج قطعته كاع، وزيد حطيت هذيك الجلبانه خليت فيها شويه مرقه، يعني ما نشفتهاش مليح، وحطيت عليها هذاك الدجاج. يعني كما قلت لك الدجاج حكميه حتى يبرد وقطعيه صغير. كما تقدري ديري تاني صدر الدجاج كامل، زيدي عليها هذيك البطاطا المقليه كما راكي تلاحظي. ومن بعد حطيها داخل، حطيها في البلاط تاعك اللي يدخل داخل الفرن، خلطيها مليح كما راكي تلاحظي حتى يعني كاع المكونات تتجانس مع بعضها. يعني طبق بنين حقيقة روعة، يعني جربته عدة مرات أنا في داري، خاصة في شهر رمضان هذا راح يعني طبق بامتياز رمضاني. كما راكي تشوفي هنايا جبت هنا البلا، حطيت هذيك الخليط كامل لداخل. يعني ولي تقدر تحب تزيد تحط له الفرماج من الفوق، تزيد تقدر تاني تحط له الفرماج من الفوق تاني، راح يزيد يعطي له منظر شبابي، يعطي له بنه. يعني كما نقولوا لي غات قد ما تديري لهم الفرماج راح يزيدوا في البنه تاعهم. سقمت هذاك الخليط كاع داخل في هذاك البلاط اللي يدخل داخل الفرن، ودخلته للفرن. يعني ما حش ياخذ لك وقت بزاف، قسمه ينشف برك هذاك البيض، ومن بعد حمريها من الفوق كما راكي تلاحظي. وفي النهايه
تحصلت على هذا الطبق. طبق بنين بزاف وروعه. ما عليك غير تجربيه في دارك، خاصة في هذا الشهر الكريم، يعني بزاف يحبوا لي غاتا في شهر رمضان. وبالصحة والهنا. واللي عجبها هذا الفيديو ما عليها غير تفعيل الجرس والاشتراك في القناة. ما تنساوش الجيم للفيديو باش يوصل لعدد كبير من المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في وصفات أخرى إن شاء الله تعالى.